كبير. حلو ده يا مجدي، حلو. بس بقول لك ايه، انا مش حابب يا كبير دي. امال اقول لسعادتك ايه؟ قول لي يا هوجن باشا. تمام يا هوجن باشا. بقول لك ايه، انا عاوز رمضان على اسفلت في خلال شهر. اقل من كده يا باشا، ده انا مجدي فتحي. فيه ايه؟ فيه ايه؟ في امر من النيابه بالقبض عليك يا حبيبي. كلبشوه. قتلت سليمان الورداني ليه يا هوجن؟ وازاي؟ يعني كلبشات واذن نيابه، وجايبني لحد هنا سعادتك عشان تسالني في تهمه قتل واحد ما تموتت ربنا. لا بص بقى يا حبيبي، شغل الثلاث ورقات بتاع المولد ده مش هياكل معايا المره دي. يا اما اقسم بالله اسلمك لعشماوي بايدي دلوقتي. ده قضيه قتل يالا. لا اله الا الله. ده انا بظبط القصه، مفيش حاجه نزلت فبظبطها. حلوه كده. وفك الكلبش ده يا هوجن قضيه لوحدها. هو سعادتك انا خدته كسرته عند حداد؟ ما هو اللي بايظ. قتلت سليمان الورداني ازاي؟ التحريات اللي عندي بتقول انك اعتديت عليه وضربته ضرب افضى الى الموت. انا ما قتلتش سليمان الورداني، هو اللي الكعب وقع معاه. وانا لو كنت قتلته سعادتك كانوا اهله هيسيبوني. سعادتك لو مش مصدقني ممكن تخطف رجلك لحد الوردانيه في الصعيد، هم هيقولوا لك ان هو مات موتة ربنا. ولو المشوار بعيد على سعادتك ممكن تبعت تجيب اخوه رمضان الورداني، ما هو عندكم. رمضان الورداني هرب يا هوجن. دي اخبار قديمه. رمضان سلم نفسه. وبقول الكلام ده في النيابه بقى. واقوله في 10 مساء كمان. ومالي؟ رجل الاعمال لطفي بيه الحراق بقدم فيك بلاغ انك سرقت عربياته. ما اقوالك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هو لطفي الحراق بقى رجل اعمال وبيتسرق عربياته كمان؟ هو سعادتك اي حد يتهم اي حد؟ طب ما انا ممكن اتهمه ان هو حرق المخازن بتاعتي. اين كنت وقت ارتكاب السرقه؟ كنت مع الانسه نور كمال اللبان. وما علاقتك بقتل سميح مسعود الموظف في شركه اللبات جروب؟ يا سنه سخن، وانتوا هتلبسوني كل حاجه ولا ايه؟ انا مالي ومال سميح؟ والدته قالت انك عديت عليها وسالت عليه يوم الوفاه. دي الانسه نور اللي كانت بتزور وانا كنت معاها. ولو الزياره دي جريمه سعادتك ممكن تبعت تقبض على الانسه نور. ماشي يا هوجن. امضي. طب القلم سعادتك. مش عارف اسمك ولا ايه؟ هو في حد مش عارف اسم سعادتك؟ يا باشا انا خسرت اكتر من نص فلوسي في الطلعه دي. ربنا يعوض عليك يا لطفي. ربنا يعوض عليك يا لطفي. ازاي يعني؟ مش واخد بالي. هو ساعتك يعني احنا مش متفقين ان احنا شركاء وان ساعتك هتوفر لي حمايه وغطا مقابل يعني ان شغلنا التاني يمشي في سكه واحده؟ ايوه بس ما اتفقتش معاك ان اشتغل لك سكيورتي احمي شغلك. دي حاجتك يا لطفي وانت المفروض تحافظ عليها. طب بص بقى يا باشا، لو سعادتك يعني تمامك ان انا لما اجي اتضر لوحدي يبقى شكرا. عارف ليه؟ عشان انا كبير وتقيل لوحدي على فكره، وسعادتك اللي مستفيد مني اكتر ما انا مستفيد منك. وعلى فكره انا لما بكبر حد بكبره بمزاجي. طيب انا عندي اجتماع مهم بعد 5 دقايق. مش غلط، بس انا يعني كل اللي كنت عايز اقوله لسعادتك ان هو كان شكله كده قلب على الكل، وقلب اسد بعد ما كان قطه، وشفط مننا المزاد كله وداخل بكتفه في كل حاجه وسنن خرابيشه على الاخر. وسعادتك اللي حضرت العفريت ده بصراحه انا مش عارف انت عملت له ايه، بس لو ما صرفتوش هيلبس سعادتك اول واحد. اللي زي هوجن ده اصله واطي، مهما اكرمته ونظفته وعملته بني ادم اصله وتربيته الزباله هي اللي بتحكمه. وهوجن واللي زيه والاشكال دي كلها بالنسبه لي برص. انا كمال اللبات اللي يقف قصادي افعصه تحت جزمتي. ما تاخذنيش يا باشا، احنا بلدنا دي الكلام فيها كتير قوي. عارف ليه سعادتك؟ عشان ما علوش جمارك. ايش يا لطفي انا هعديها لك. وانت خلاص الدنيا لفت بيك وقاعد دلوقتي تاخد جدي مع كمال اللبات. بس انت فاكر الحكايه دي بدات ازاي؟ هوجن ده مش انت اللي اصطدته من القطر وقعدت تحفر وراه؟ حفرت طلعت لنا بهلول من تحت الارض وورده وحورس وجيتوا سرقتوني، ومن ساعتها مفيش حاجه فضلت زي ما هي. صلي على اللي هيشفع فيك يا باشا. عليه الصلاه والسلام.
البرتيتة دي كلها اختراع سعادتك، وحبل كل واحد فيهم كان ملفوف في صابع من صوابع ايد سعادتك. بس يظهر بقى ان سعادتك عجزت شويتين. ليه؟ امال ايه؟ واللعبه وسعت منك كمان والحبال اتلخفنت. بس لو ما لحقتش يا باشا الحكايه دي انا مش معاك. عارف ليه؟ عشان هتلف على رقبتك لوحدك. يا فندم، موكلنا بلال صالح العناني ليس له أي علاقة بوفاة سرمان الورداني، ده غير إن الوفاة أصلاً ليس بها أي شبهة جنائية. اما بالنسبه لاتهام موكلنا بسرقه سيارات رجل الاعمال لطفي الحراق، ده اتهام باطل وكيدي ما فيهوش اي دليل مادي. كما أن موكلنا ليست لديه أي علاقة بالمدعو سميح مسعود، ولم يقابله مرة واحدة في حياته، وليست لديه أي دوافع لارتكاب الجريمة يا فندم. اكتب. بناء على ما تقدم، أمرنا نحن سامح المنشاوي وكيل النائب العام بإخلاء سبيل المتهم بلال صالح العناني ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا أخرى. الحمد لله على السلامة يا كبير. الف مبروك يا هوجن باشا. الحمد لله على السلامة يا هوجن. انا عرفت لك يا باشا هوجن جاب الفلوس اللي دخل بيها المزاد منين. هوجن يا باشا بيتاجر في الاثارات، وقع على كام حته اثار تحت بيت قديم في نزله السمان. انا مش عايز معلومات قديمه، انا عايز اعرف اللي جاي هو ناوي يعمل ايه. خد المفاجاه دي بقى يا باشا. هوجن معاه الفلاشه اللي كانت في الخزنه عند سعادتك، وسمعته بيقول لورده ان الفلاشه دي عليها فيديوهات وحاجات توقع ناس تقيله قوي، وانه يعني ناوي يشتغل عليها الفتره اللي جايه. فانا يا باشا كنت عايزك يعني تحرص جامد اليومين اللي جايين دول، لان هوجن نيته وحشه قوي يعني لسعادتك، وبيقول يعني ان الحرب ابتدت. وانا يعني كنت عايز اقول له عيب ياض يا هوجن اللي انت بتعمله ده برضه مهما كان الباشا يعني كان معاه عيش وملح، بس ما رضيتش اقول له كده عشان ما يشكش ان انا مع معاليك، بس برضه الحرص واجب. وهوجن بيعمل كل ده ليه؟ العلم عند الله يا باشا، بس هو واضح انه شايل من معاليك قوي قوي. ماشي يا حورس، روح انت. يعني مبسوط مني يا باشا؟ قوي. طب ممكن تجيب لي يعني بدله زي سمير وفهد بدل لبس المدارس ده؟ انا هجيب لك كل اللي نفسك فيه. خد اتسلى وانت ماشي. ربنا يخليك. يلا.